ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وصفات طبيعية نتيجتها سريعة ومضمونة لتطويل الشعر وإيقاف التساقط وإنبات الفراغات. وصفات طبيعية كل وصفة فيهم بمكون واحد فقط. ايوه، بمكون واحد فقط. هتلاحظي الفرق من بعد فترة قصيرة جدا من استعمال الوصفة. يلا نشوف هنعمل كل وصفة ازاي. وقبل ما نبدأ وصفاتنا النهاردة أحب أرحب بالمشتركين الجداد في القناة. أهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا. واللي لسه ما اشتركش يلا يشترك ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا إشعار مع كل وصفة جديدة. ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو. يلا نبدأ وصفاتنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم 3 وصفات لتطويل الشعر ومعالجة كل مشاكل الشعر. كل وصفة منهم بمكون واحد فقط، وانتي اعملي الوصفة اللي تناسبك والمتوفر عندك مكوناتها. المكون الرئيسي اللي هنستخدمه في وصفاتنا النهاردة هو القرنفل أو المزمور. هنستخدمه في كل وصفاتنا بطرق مختلفة نظرا لأهميته الفعالة في تطويل الشعر وعلاج جميع مشاكل الشعر. القرنفل ليه فوائد كتير جدا للشعر. بيساعد على تعزيز نمو الشعر، بيحمي الراس من الصلع ومن التساقط، يمنح القرنفل لمعلي الشعر وملمس ناعم، بيعمل على تكثيف الشعر، يمنع ظهور القشرة. أول وصفة معانا هنجيب طبق فاضي وهتجيبي حمام الكريم الخاص بيكي اللي بتستعمليه لشعرك. مش شرط نوع حمام كريم معين، اي نوع حمام كريم انت بتستعمليه اللي بيناسب شعرك. وهناخد منه معلقتين، كمية تقضي استعمال مرة واحدة. ممكن تستبدلي حمام الكريم ببلسم، اي نوع بلسم بتستعمليه. شوفي انت بتستعملي ايه بعد الشامبو واستخدميه، اذا كان حمام كريم او بلسم الاتنين هيدوكي نفس النتيجة في الاخر. هنستخدم في اول وصفة القرنفل المطحون. القرنفل المطحون متوفر عند اي عطار، مطحون جاهز. ولو عندك حبوب القرنفل ممكن تطحنيها بنفسك في البيت. ده شكلها. هنضيف للكريم بتاعنا معلقة قرنفل مطحون او المسمار، وهنقلبهم كويس مع بعض حتى يتجانسوا مع بعض. هنقلب القرنفل والكريم كويس جدا مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي خالص ويختلطوا مع بعض كويس. هقول لكم بقى هنستعمل الوصفة ازاي. هنغسل شعرنا بالشامبو بتاعنا كويس وننضفه كويس، وبعد كده نشطف شعرنا من الشامبو ونبدأ نستعمل وصفتنا. هنحط الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وندلك فروة الراس كويس، ونتأكد ان الكريم وصل لكل أجزاء الشعر. وبعد كده نغطي شعرنا ونسيبه لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة نغسل شعرنا عادي بالمية. هنكرر الوصفة دي مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتيجة المناسبة. وكده يبقى خلصنا أول وصفة معانا. هنروح نعمل الوصفة التانية مع بعض. برضو الوصفة التانية بمكون واحد فقط، مكون واحد رئيسي هو القرنفل. فهنعمل البخاخ السبراي اللي بيساعد على تطويل الشعر في فترة قصيرة وهيعالج جميع مشاكل الشعر. وصفة سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هنجيب كوباية فاضية، هناخد معلقة قرنفل أو مسمار. الخطوة اللي بعد كده هنضيف ماء مغلي وقلبوا المكونات مع بعض في المية، وغطي الكوباية وسيبيها أقل حاجة 5 ساعات. وبعد كده صفي الأعشاب من المية. وبعد ما صفينا الأعشاب من المية هتحطيها عندك في أي بخاخ فاضي، بس بخاخ يكون نضيف وجاف. هتحطيها في بخاخ فاضي وهقول لكم نستعملها ازاي. مهم جدا طريقة الاستعمال عشان تجيب معانا نتيجة مضمونة. حطيت الأعشاب في بخاخ وهقول لكم نستعملها ازاي. أهم حاجة يكون شعرك ناشف جاف. هترشي الأعشاب دي على فروة الراس وعلى باقي شعرك وتسيبيها خالص لغاية لما تنشف، وما تغطيش شعرك، تسيبيها تنشف طبيعي خالص، تاخد زي ما هي تاخد في الوقت. هترشي من السبراي كده على الفروة أهم حاجة وبقية شعرك. مش هتحتاجي تغسلي شعرك بعد ما تحطي السبراي على شعرك وينشف. استعملي الوصفة دي كل يوم بشكل منتظم، هتحصلي على نتيجة هايلة في وقت سريع. بكده عملنا وصفتين
كل وصفة منهم بمكون واحد فقط. نروح نعمل الوصفة التالتة مع بعض، هي كمان بمكون واحد فقط. وصفتنا التالتة المكون الوحيد اللي فيها هو القرنفل أو المسمار كما يسمى ببعض الدول. هنستعمل القرنفل ازاي؟ هتجيبي زجاجة الشامبو الخاصة بيكي وهتحطي فيها بعض حبوب القرنفل، حوالي معلقة كبيرة قرنفل، وترجيها كويس مع الشامبو حتى يختلط حبوب القرنفل مع الشامبو. وما تشيليش القرنفل من الشامبو خالص لغاية لما زجاجة الشامبو تخلص. هقول لكم بقى هنستعمل الوصفة ازاي. في كل مرة تغسلي فيها شعرك تغسلي شعرك بالشامبو عادي المختلط بالقرنفل. هتغسلي شعرك مرتين في الأسبوع، ومعروف جدا وصفة الشامبو بالقرنفل إنها بتجيب نتيجة سريعة في تطويل الشعر. يفضل إنك تستعملي الثلاث وصفات اللي عملناهم النهاردة مع بعض علشان يديكي نتيجة أسرع. بعد فترة قصيرة هتلاحظي نتيجة مذهلة. هنستخدمهم الثلاثة مع بعض ازاي؟ بمعنى إنك تغسلي شعرك دايما بالشامبو اللي حطينا فيه حبوب القرنفل، وبعد ما تغسلي شعرك بالشامبو استعملي حمام الكريم أو البلسم وضيفي ليه القرنفل المطحون. اعملي الخطوة دي مرتين في الأسبوع. وكمان تستعملي السبراي اللي احنا عملناه للشعر مرة يوميا. بكده يبقى انت استخدمتي الثلاث وصفات مع بعض. لو التزمتي في استعمال الوصفات الثلاثة بانتظام مع بعض بعد شهر من استعمالهم هتنبهري من النتيجة، ومش هتحتاجي تستعملي أي وصفة تانية لعلاج جميع مشاكل الشعر. بكده أكون عملت لكم 3 وصفات لتطويل الشعر وإيقاف التساقط وإنبات الفراغات. كل وصفة فيهم استخدمنا مكون واحد فقط. استعملي الوصفة اللي تناسبك وكلهم هيدوكي نفس النتيجة. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو عايزين وصفات طبيعية أكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار مع كل وصفة جديدة. ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله مع وصفة جديدة مع ميم.